نادي الزمالك. ازيك يا عمر؟ كابتن كريم، الحمد لله. اخبارك ايه يا نجم؟ معلش احنا كل اسبوعين كده نتصل بيك نطمن عليك ونشوف اخبار العروض ايه والدنيا ماشيه ولا مش ماشيه. لا يا كابتن، تحت امر حضرتك. اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. كله تمام يا كابتن، الحمد لله. الحمد لله. كابتن محمود اتعادل الماتش اللي فات مع كابتن حسام البدري في ليبيا. هو لسه جاي النهارده من عنده كده. الحمد لله. الدور الاول خلص وماشي كويس. هو اعتقد المركز الثالث او الرابع. الثالث يا كابتن. الحمد لله. وفرق قريب يعني. الحمد لله ماشي كويس. الامور ماشيه معاه كويس هناك، هو مبسوط. الحمد لله يا كابتن. الحمد لله. الدوري شغال والدنيا ماشيه يعني. الدنيا ماشيه يعني، يا رب تمشي عندنا يا عمر. يا رب يا كابتن. ايه الاخبار؟ لسه بقول يعني خبر ان انت رجعت تاني مفاوضات فالنسيان الفرنسي. والله يا كابتن يعني الشركه اللي كانت جايبه العرض كلموني. هي شركه ايطاليه يا عمر؟ ها. يا كابتن. وقالوا لي عايزين صوره الباسبور وكده عشان احنا مسافرين للنادي هناك وكده. طب كويس. فهم هيسافروا اليومين الجايين، المفروض هيردوا عليا يعني ان شاء الله. يعني هم اللي هيسافروا مش انت؟ لا هم كابتن. هم عايزين الباسبور بتاعك عشان يطلعوا لك تاشيره؟ انا ما سالتهمش يا كابتن، بس اعتقد يعني عشان التاشيره. ده معناه ان انت ممكن يعني الفتره الجايه تكون موجود هناك، فعشان كده يبعتوا لك التاشيره يعني. ان شاء الله يا كابتن يعني. مستني الرد برضو منهم. الايام الجايه هتبان ان شاء الله. كان في كلام برضو على نادي روسيا يا عمر بالنسبه لك ولا ما كانش صح الكلام؟ والله يا كابتن كريم، الناس كتير قالوا لي الموضوع ده، هو كان كلام بس مفيش حاجه. ما جاتلكش حاجه رسمي؟ لا، هو بس الراجل كلمني من بره وقال لي ان النادي هناك عايزك بفلوس كذا. نادي سيسكا ولا نادي تاني؟ يا كابتن. سيسكا موسكو. بس هو كلام برضه، ما بعتليش حاجه. ما قلت له انا عايز ورقه اوفر رسمي عشان يعني اكتر حاجه رسميه دلوقتي عرض فالنسيان الفرنسي. يا كابتن. اكتر حاجه رسمي وصلت للنادي هنا، والنادي رد عليهم برضه. والنادي رد عليهم بايه بقى؟ لا ده من ايام كاس مصر يا كابتن، لما الكاس كان شغال كان الناس عايزه تيجي تخلص في نادي الزمالك. قال لهم احنا عندنا البطوله دلوقتي وبعد البطوله هندعوكم عندنا وتيجوا ان شاء الله. فحصل مش عارف ايه اللي حصل كده، فما عرفوش يجوا. فالمفاوضات وقفت شويه، والفتره اللي فاتت ناس كلموني وقال لي احتمال ترجع ان شاء الله. يا مسهل. والعرض الفرنسي للشركه الايطاليه يعني طمنتك؟ قالت لك الامور ماشيه كويس؟ كابتن ان شاء الله. يا مسهل. وعايزينك تشوف في الدوري الفرنسي يا عمر كده وتتالق كده ان شاء الله، وتعزمنا ونيجي نصورك وانت في فرنسا كده وتكسر الدنيا. انت لعيب مميز يا عمر، واخلاق ومحترم يعني، ونتمنى لك كل توفيق يا عمر والله. ربنا يخليك يا كابتن كريم. والله. وشد حيلك برضه، خليك يعني مع الزمالك لغايه اخر فتره. والله اخر أنا فتره انا مركز مع النادي لاخر يوم ليا في النادي طبعا. بالظبط يعني، حتى لا قدر الله الامور ما تمتش، يبقى انت برضه مجهز وماشي فنيا كويس مع الزمالك وبرضه. لا طبعا. حكايه يا كابتن الاحتراف دي ما بتشتتش تركيزي خالص، وبالعكس ده انا لما الواحد عايز يحترف لا بيموت نفسه اكتر في التمرين وفي الماتشات يعني. لعبت النهارده؟ الحمد لله لعبت شوط الحمد لله. الشوط الثاني كده. ايه الاخبار؟ الماتش كان صعب النهارده، الانتاج الحربي عملوا جيم كويس بيقولوا لي. كانوا عاملين ماتش كويس. كابتن اسماعيل هم فرقه كويسه، واكيد طبعا معاهم كابتن اسماعيل يوسف مدرب كويس جدا. كانوا مقفلين بشكل كويس وهم فرقه كويسه. بس الحمد لله قدرنا نكسب 1-0 كويس. مع بعد احمد عيد ما احنا لسه جايبينه من شويه الهدف. عمر اسماعيل يوسف النهارده لعب ضد والده. هو كان معانا يا كابتن. كان في الاحتياطي معانا. ما نزلش؟ لا ما نزلش والله. ده انا عندي مكتوبه ان عمر نزل مكان حماده طلبه في الشوط الثاني، ولا انت ما خدتش بالك ولا ايه؟ لا ما نزلش. ما نزلش. اوعى تكون مش مركز. لا مش الدرجات يا كابتن والله. انت نزلت الشوط الثاني ولا الشوط الاول؟ نزلت انا كابتن فتح الله وعيد. مكان مؤمن زكريا واسلام عوض. ومش فاكر الثالث بصراحه. مش مشكله. واديت 3 وطلع 3 يعني. بس عمل تغييرات كتير كابتن حلمي. في الاخر مصطفى فتحي نزل مكان شيكا بيقولوا مصطفى فتحي ده لعيب قوي يا عمر يعني. كل ما اسال حد كابتن حلمي يقول لي ده هيبقى فلته. حماده انور يقول لي ده لعيب ما حصلش ومستقبله كبير. لا ما شاء الله حريف قوي. لعيب كويس قوي تحت الفراوده وناحيه الشمال بيقولوا لي. هاف ليفت، بيلعب هاف ليفت تحت الفراوده. تحت الفراوده. بيقولوا برضه حريف وجسمه صغير كده وبيتحرك وسريع وكورته حلوه وكده. لا لعيب كويس يعني. هو كان محمد صبري كمان هو يعني هو اللي رشحه النادي. اكيد هيبقى لعيب جامد يعني. الصفقات اللي الزمالك عاملها كويسه يا عمر، انا شايف يعني ما شاء الله يعني. اندمجوا كمان وانسجموا بسرعه. مصطفى فتحي، احمد علي، ياسر ابراهيم المساك منصور، وعرف السيد. يعني كلهم طبعا كابتن لعيبه كويسه جدا. اضافه لنادي الزمالك. بنتمنى ان شاء الله ان الفتره الجايه احنا هنساعدهم طبعا كلعيبه، اللعيبه القديمه واللعيبه الكبار هنساعدهم، هم يساعدونا ان احنا ان شاء الله. محمد ابراهيم كده مش عارف، حاسس ان هو واخد جنب شويه كده، مش عارف. والله يا كابتن مش هو محمد ابراهيم بتاع كل سنه. والله يا كابتن حضرتك عارف الموضوع بتاع الملغى بتاعه.
يعني ان شاء الله يا رب يتم باذن الله. هو بس ساعات بيقف ساعات بيمشي، فهو يعني بس يعني متشتت شويه في الحته دي. بس هو بيتمرن، بيجي اول واحد في التمرين، بيخش الجيم، بيتمرن جيم بره، لا هو مركز في التمرين وكل حاجه. لو بيقولوا بكره، يعني قلت خبر من شويه ان نادي ملجا في وفد جاي منهم بكره عشان يخلصوا مع نادي الزمالك باذن الله. ان شاء الله. تمام، بشكرك يا عمر، وشد حيلك ان شاء الله في الفتره القادمه. مجلس اداره نادي الزمالك كمان يعني قرر كده موضوع، او قرر قرار تسريح 23 مدرب من مدربين قطاع الناشئين في النادي اللي هم ما لعبوش مع الدرجه الاولى في نادي الزمالك، يعني ما لعبوش مع الفريق الاول. فكابتن ايمن يونس المشرف على الكوره بيقول ان هو حط معايير لاختيار المدربين في قطاع الناشئين. اول حاجه ان يكون المدرب المدير الفني في قطاع الناشئين يكون شارك مع الفريق الاول، او شارك في قطاع الناشئين لمده 5 مواسم في فرق الناشئين. يعني لازم يكون لعب، لو ما لعبش في الدرجه الاولى المدرب لازم يكون لعب في قطاع الناشئين 5 سنين. ففي ناس بتنطبق عليهم الشروط دي، وفي حوالي 23 مدرب ما بتنطبقش عليهم الشروط دي، ممكن ما يكونوش موجودين الفتره اللي جايه في نادي الزمالك. الاسماعيلي عنده ماتشات وديه الاسبوع القادم مع المريخ وكهربة اسماعيليه والمقصه، من خلال وجود الكابتن شوقي غريب اللي هيكون موجود لغايه اخر الاسبوع الحالي، لغايه ما نادي الاسماعيلي يتعاقد مع مدير فني اخر ان شاء الله. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل هيكون معانا احمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي المصري. الحمد لله. الشوط الثاني كده. ايه الاخبار؟ الماتش كان صعب النهارده، الانتاج الحربي عملوا جيم كويس بيقولوا لي. كانوا عاملين ماتش كويس. كابتن اسماعيل هم فرقه كويسه، واكيد طبعا معاهم كابتن اسماعيل يوسف مدرب كويس جدا. كانوا مقفلين بشكل كويس، هم فرقه كويسه. بس الحمد لله قدرنا نكسب 1-0 كويس. بعد احمد عيد، ما احنا لسه جايبينه من شويه الهدف. عمر اسماعيل يوسف النهارده لعب ضد والده. هو كان معانا كابتن، كان في الاحتياطي معانا. ما نزلش؟ لا ما نزلش والله. ده انا عندي مكتوب ان عمر نزل مكان حماده طلبه في الشوط الثاني، ولا انت ما خدتش بالك ولا ايه؟ لا ما نزلش. ما نزلش. اوعى تكون مش مركز. لا مش الدرجات يا كابتن والله. انت نزلت الشوط الثاني ولا الشوط الاول؟ نزلت انا كابتن فتح الله وعيد مكان مؤمن زكريا واسلام عوض ومش فاكر الثالث بصراحه. مش مشكله. واديت 3 وطلع 3 يعني. بس عمل تغييرات كتير. نادي الزمالك، ازيك يا عمر؟ كابتن كريم الحمد لله. اخبارك ايه يا نجم؟ معلش احنا كل اسبوعين كده نتصل بيك نطمن عليك ونشوف اخبار العروض ايه، والدنيا ماشيه ولا مش ماشيه. لا يا كابتن، تحت امر حضرتك. اخبارك ايه؟ كويس الحمد لله. كله تمام يا كابتن الحمد لله. الحمد لله. كابتن محمود اتعادل الماتش اللي فات مع كابتن حسام البدري في ليبيا. لسه جاي النهارده من عندنا كده. الحمد لله. الدور الاول خلص وماشي كويس، هو اعتقد المركز الثالث او الرابع. الثالث يا كابتن. الحمد لله. وفرق قريب يعني. الحمد لله ماشي كويس. الامور ماشيه معاه كويس هناك، هو مبسوط؟ الحمد لله كده. الحمد لله. الدوري شغال والدنيا ماشيه يعني. الدنيا ماشيه يعني، يا رب تمشي عندنا يا عمر. يا رب كده. ايه الاخبار؟ لسه بقول يعني خبر ان انت رجعت تاني مفاوضات فالنسيان الفرنسي. والله يا كابتن يعني الشركه اللي كانت جايبه العرض كلموني. هي شركه ايطاليه يا عمر؟ كده. وقالوا لي عايزين صوره الباسبور وكده، عشان احنا مسافرين للنادي هناك وكده. طب كويس. فهم هيسافروا اليومين الجايين، المفروض هيردوا عليا يعني ان شاء الله. يعني هم اللي هيسافروا البطوله دلوقتي وبعد البطوله هندعوكم عندنا وتيجوا ان شاء الله. فحصل مش عارف ايه اللي حصل كده، فما عرفوش يجوا. فالمفاوضات وقفت شويه، والفتره اللي فاتت ناس كلموني وقال لي احتمال ترجع ان شاء الله. يا مسهل. والعرض الفرنسي للشركه الايطاليه يعني طمنتك؟ قالت لك الامور ماشيه كويس؟ كانت ان شاء الله. يا مسهل. وعايزينك نشوفك في الدوري الفرنسي يا عمر كده وتتالق كده ان شاء الله، وتعزمنا ونيجي نصورك وانت في فرنسا كده وتكسر الدنيا. انت لعيب مميز يا عمر، واخلاق ومحترم يعني، ونتمنى لك كل توفيق يا عمر. والله ربنا يخليك يا كابتن كريم. والله. وشد حيلك برضه، خليك يعني مع الزمالك لغايه اخر فتره. لا والله يا كابتن انا مركز مع النادي لاخر يوم ليا في النادي طبعا. بالظبط. يعني حتى لا قدر الله الامور ما تمتش، يبقى انت برضه مجهز وماشي فنيا كويس مع الزمالك وبرضه. لا طبعا. حكايه يا كابتن الاحتراف دي ما بتشتتش تركيزي خالص، وبالعكس ده انا لما الواحد عايز يحترف لا بيموت نفسه اكتر في التمرين وفي الماتشات يعني. لعبت النهارده؟ الحمد لله لعبت. كابتن حلمي في الاخر مصطفى فتحي نزل مكان شيكا بيقولوا مصطفى فتحي ده لعيب قوي يا عمر يعني. كل ما اسال حد كابتن حلمي يقول لي ده هيبقى فلته، حماده انور يقول لي ده لعيب ما حصلش ومستقبله كبير. لا ما شاء الله حريف قوي، لعيب كويس قوي تحت الفراوده من ناحيه الشمال بيقولوا لي. هاف ليفت، بيلعب هاف ليفت تحت الفراوده. تحت الفراوده. بيقولوا برضه حريف وجسمه صغير كده وبيتحرك وسريع وكورته حلوه وكده.
لا لا لعيب كويس يعني. هو كان محمد صبري كمان هو يعني هو اللي رشحه النادي. فاكيد هيبقى لعيب لعيب جامد يعني. الصفقات اللي الزمالك عاملها كويسه يا عمر، انا شايف يعني ما شاء الله، يعني اندمجوا كمان وانسجموا بسرعه. مصطفى فتحي، احمد علي، ياسر ابراهيم المساك منصور، وعرف السيد. يعني كلهم طبعا كابتن لعيبه كويسه جدا. اضافه لنادي الزمالك. بنتمنى ان شاء الله ان الفتره الجايه احنا هنساعدهم طبعا كلعيبه، اللعيبه القديمه واللعيبه الكبار هنساعدهم، هم يساعدونا ان احنا ان شاء الله. محمد ابراهيم كده مش عارف، حاسس ان هو واخد جنب شويه كده، مش عارف افرو مش انت. لا 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 هم عايزين الباسبور بتاعك عشان يطلعوا لك تاشيره. انا ما سالتهمش يا كابتن بس اعتقد يعني عشان التاشيره. ده معناه ان انت ممكن يعني الفتره الجايه تكون موجود هناك، فعشان كده يبعتوا لك التاشيره يعني. ان شاء الله يا كابتن يعني. مستني الرد برضو منهم. الايام الجايه هتبان ان شاء الله. كان في كلام برضو على نادي روسيا يا عمر بالنسبه لك، ولا ما كانش صح الكلام؟ والله يا كابتن كريم الناس كتير قالوا لي الموضوع ده، هو كان كلام بس مفيش حاجه. ما جاتلكش حاجه رسمي؟ لا هو بس الراجل كلمني من بره وقال لي ان نادي هناك عايزك بفلوس كذا. نادي سيسكا ولا نادي تاني؟ يا كابتن سيسكا موسكو. بس هو كلام برضه ما بعتليش حاجه. ما قلت له انا عايز ورقه اوفر رسمي عشان يعني اكتر حاجه رسميه دلوقتي عرض فالنسيان الفرنسي. كابتن اكتر حاجه رسميه وصلت للنادي هنا، والنادي رد عليهم برضه. والنادي رد عليهم بايه بقى؟ لا ده من ايام كاس مصر جت، لما الكاس كان شغال كان الناس عايزه تيجي تخلص في نادي الزمالك قال لهم احنا